مساء الفل. النهارده هنتكلم على طقم الحلل الجرانيت 11 قطعة من نيو فليم. بينا نفتحه ونتعرف عليه. اول حاجة معانا بسم الله، هو عبارة عن 11 قطعة. طبعا بالنسبة لل 11 قطعة مش 11 حلة او طاسة، لا الغطا بيحسبوه قطعة. اول حاجة معانا اهي الطاسة اهي، وده اللون. انا كنت طالبة لون اغمق شوية بس جالي اللون ده، فقلت مش مشكلة، هما لونين حلوين. هو من جوه جراي ومن بره لون بيج غامق كده. طبعا بقى نعرف الطقم ده اصلي ولا لا، ان هو محفور عليها كلمة نيو فليم، مش عارفة باينة في الكاميرا ولا لا، ومكتوب ميد ان كوريا. تمام. وفي هنا زي حفر كده عليها اشكال مربعات كده وبارزة عشان نعرف ان هو اصلي. تمام. دي اول حاجة الطاسة، مقاس 24. تاني قطعة بسم الله، ده عشان فتحت دي قبل كده. تاني قطعة الحلة دي، ده شكلها اهي، برضو محفور عليها نيو فليم ومكتوب ميدين كوريا، وهنا في مربعات كده بارزة، ده عشان نعرف ان هو اصلي. ده الشكل الجديد من نيو فليم. في الشكل القديم اللي هو الغطا بتاعه مختلف عن الغطا ده الشكل الجديد. تمام. برضو من جوه لونه جراي ومن بره لونه بيج. طيب البخار بيطلع منين؟ البخار بيطلع من الفتحة دي، فطبعا واحنا بنمسكه نخلي بالنا كويس قوي، عشان ممكن نعلم من فوق هنا بقلم مثلا قلم فلوماستر او حاجة، بحيث ان احنا لما نمسك الغطا البخار ده بيبقى حراق جدا جدا، فنخلي بالنا كويس واحنا ماسكينه. طيب الحلة دي مقاس كام؟ طيب الحلة الاولانية اللي معانا مقاس 20، ودي اصغر حلة معانا تقريبا، هنشوف دلوقتي. المقاس ده حلو جدا جدا لو اسرة صغيرة او للرز، حلو قوي. الحلة ما شاء الله تقيلة ومحملة. طيب انا اخترت الشكل اللي هو فيه الايد منها فيها ليه؟ عشان انا ممكن انا بحب دايما اعمل الخضار على البوتاجاز وبعد كده ادخله الفرن زي الطواجن كده، فدي مش هحتاج ان انا انقل من حلة للطاجن، لا انا ممكن اشيل الغطا وادخلها في الفرن على طول. يبقى احنا كده وفرنا وقت وجهد وغسيل مواعين. هنشوف بقى الحلة اللي بعدها. لسه اول مره بفتحه دلوقتي من ساعه ما اشتريته، تقريبا ما كنتش فتحت الا حله واحده بس. بيجي مغلف كده، ثواني. ادي الغطا اهو عشان ما يخبطش في الحله، وادي الحله اهي. الحله اهي ما شاء الله تقيله، مش متعوده انا على التقل ده. تمام. نفس الكلام برضو مكتوب عليها نيو فليم، بس انا قلبها ثواني يا رب تكون باينه في الكاميرا. مكتوب عليها نيو فليم وميد ان كوريا، وبرضو في الزركشه اللي هي ايه تحت دي، بمعناها ان الطقم اصلي. اهم حاجه نجيب المكان مضمون. انا جايباه من على الامازون، انا اغلب حاجتي بجيبها من على الامازون. تمام. الحله دي مقاس كام؟ الحله دي مقاس 24. مقاس 24. تمام. معادي كمان في الكرتونه دول السيليكون،
ده اللي نمسك بالحله من الجنب. طبعا هنحتاج نشتري غيره لان ده ممكن يضيع، ممكن بنستعمل اكتر من حاجه على البوتاجاز، فواحد اكيد مش هيكفيه. بس ما شاء الله خامته كويسه جدا اهو، ومكتوب عليه برضو، محفور عليه نيو فليم. تمام. ناخد الحله اللي بعدها، بس تقريبا اصغر من اللي فاتت. انا بقول لسه جايه افتحه حالا معاكم، فتحتوش اصلا لما جبته، انا بقالي تقريبا اسبوعين بس كنت مشغوله، فقلت هفتحه في ريفيو عشان اللي عايز يشتري يبقى مطمن وشايف الحاجه فيها ايه بالظبط. طبعا في حاجات طبعا لازم نعرفها قبل ما نستعمل الجرانيت، اللي احنا لازم ندهنه دهنه زيت كده ونحطه على النار قبل ما نستعمله. ده من ضمن الحاجات اللي مكتوبه في التعليمات بتاعه الطبخ. ما ينفعش ان احنا نبيت فيه طبيخ يكون فيه دمعه او صلصه او اي طبيخ عموما، ما ينفعش يبات فيه في التلاجة. يعني انت خلصتي طبيخ واتبقى اكل اليوم التاني، يبقى ننقله في حله تانية مخصصه للاكل، او في علبه بلاستيك صحي طبعا، ونشيلها. ما ينفعش نشيل الاكل في الحله لان ده بيأثر على جوده الحله من جوه، وبيأثر على ماده الجرانيت. دي الحله الثالثه، هم 4 حلل وطاسه نفس الكلام. دي بعد المقاس اللي هو اول واحده، دي مقاسها بسم الله، دي مقاسها 22. يبقى احنا شفنا مقاس 20 اللي هي اول واحده، دي مقاس 22 اهي، وشفنا مقاس 24. هنشوف لسه الحله الاخيره اللي هي المفروض اكبر. حط بس الكراتين دي على جنب. بسم الله. تقيله. عموما انا ما بستخدمش الحله الكبيره، ما بحتاجلهاش الا لو في عزومه او حاجه، اما في العادي انا بستعمل الحله المقاس الوسط، يعني اقصى حاجه بستعملها 24 26. بسم الله. تقيله جدا جدا. وادي النقطه. هم حاطين طبعا الحاجز ما بين الغطا وما بين الحله عشان في الاحتكاك وفي النقل ما يجرحهاش وما تفضلش تعمل صوت. دي الحله الكبيره. بسم الله اهي ما شاء الله تقيله جدا. هي مش كبيره قوي يعني، لو عيله هتبقى مناسبه جدا. طب دي مقاس كام؟ مكتوب على كل واحده مقاسها. دي مقاس 28. يعني الوصف بتاعه كان الوصف اللي موجود على امازون ان هي 26، بس دي مقاس 28. تمام. احنا كده معانا المقاسات 20 و22 و24 و28، والطاسه مقاس 24. ادي الطاسه. طبعا احنا معانا 24، نقدر واحنا بنستعمل الطاسه نحط الغطا بتاع الحله. مش دي اهي مظبوطه اهي، بقت كانها قطعه نقدر نطبخ فيها حاجه او نعمل فيها حاجه خفيفه ومحتاجين نغطي، فنغطي بالغطا بتاع الحله مقاس 24. فدي ميزه طبعا كويسه جدا. اهو طقم الحلل على بعضه، المقاس الكبير زي ما قلنا ده مقاس 28، الحله اللي بعدها مقاس 24، الحله اللي بعدها مقاس 22، ودي مقاس 20، والجريل او الطاسه مش جريل سوري، الطاسه مقاس 24، ونقدر نستخدم الغطا بتاع الحله 24 نقدر نستعمله على الطاسه. طيب لازم طبعا قبل ما نشتري طقم الحلل لازم نكون فاهمين هنتعامل معاه ازاي. زي ما قلنا احنا قلنا اول ما نستعمله خالص بنحط عليه زيت ونحطه على النار دقيقه كده، على اساس ان احنا نحافظ عليه لاطول عمر ممكن. ما ينفعش نخزن فيه اي اطعمه مالحه او تسبيكه او الحاجات دي، بيأثر على عمر الجرانيت. تمام. لازم الشعله اللي بنستخدمها فيه تكون خفيفه، ما ينفعش ان احنا نعلي النار قوي تبقى طالعه من الجنبين، لا لازم النار ما تعديش المحيط بتاعها. ما ينفعش تبقى طالعه يعني في حلل العاديه اللي احنا بنستعملها الستانلس او التيفال ممكن نستعمل عادي نعلي النار واحنا مستعجلين، ما ينفعش نعمل ده مع الجرانيت. تمام. طبعا ما ينفعش نستعمل فيها حاجات بتجرح زي الستانلس او الشوك او المعالق او السكاكين، الحاجات الستانلس لا نقلب، يا اما نستخدم معالق خشب او معالق سيليكون. ما ينفعش طبعا نحطها في الميكرويف او لما ندخلها الفرن مش هينفع ندخل الغطا لان الغطا من فوق في بلاستيك فهيسيح معانا. طبعا بعد ما بنخلص طبيخ على طول ننضفها نحافظ عليها، الحاجه لما نحافظ عليها نعيش معانا حتى لو جودتها قليله. يعني حتى لو اشترينا جرانيت خامه اقل وحافظنا عليها هتعيش معانا. يعني انا عندي صينيه جرانيت يعني ماركه غير معروفه ومحافظه عليها ما شاء الله زي ما هي. نحافظ على الحاجه تعيش معانا. تمام. ونخلي بالنا واحنا بنمسك غطا الحله ان في المخرج بتاع البخار، دي مهمه جدا جدا. مخرج البخار ده، البخار طبعا مميت بيلسع جدا، ممكن يحرق الايد، فنخلي بالنا
ان احنا ممكن انا عن نفسي على مخرج البخار هحط علامه صغيره هنا من القلم زي قلم البورد اللي هو ما بيتمسحش، على اساس ان احنا ايه نعرف مخرج البخار منين. وخلاص كده الفيديو بتاعنا خلص. اتكلمنا على حلة واتكلمنا على استعمال الحلل والحاجات اللي خلي بالنا منها. يا رب ان كان الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ولاي سؤال عن الطقم او الاستعمال او اي حاجة تانية يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، وانا ما بسيبش كومنت الا لما ارد عليه. شكرا.